ونروح بعد كده للمركز الثاني مع أحد أقوى المسلسلات الكرتونية للسوبر هيروز، سوبرمان، اللي عرض على ارتينز وسبيستون وغالبا MBC 3 كمان. والمسلسل له شهرة واسعة جدا. أصلا سوبرمان كسوبر هيرو يعتبر أبرزهم وأكثرهم شعبية، ومن شعبيته له كرتون عرض في الأربعينات كسر الدنيا أيامها، ده غير أفلامه اللي عرضت في أواخر السبعينات وكانت معدية. بس احنا كلامنا هنا عن المسلسل اللي عرض من سنة 1996 لسنة 2000 على 54 حلقة في 4 مواسم. بس انا هركز على الموسم الاول بس، مش عارف الصراحة ان كانت بقية المواسم عرضت على ارتينز ولا لا. وطبعا كلنا عارفين قصة سوبرمان لما هربوا ابوه في اخر لحظة قبل ما يتدمر كوكبه الاصلي وبعته لكوكب الارض، وبعد كده هيشتغل صحفي ويتخفى في اعظم تخفي عرفته الانسانية. والله، النضارة. على كده نص الناس اللي في الشارع متخفية. المهم بانه هيستخدم قوته الخارقة لمحاربة الاشرار اللي على راسهم الفاسد ده، اللي في حلقة من الحلقات هيجيب الجوكر من جاثم علشان يخلص من سوبرمان. شفتوا الجوكر سره باتع ازاي؟ حتى عدو سوبرمان الاول مقلق منه. انتوا متخيلين؟ ده غير كمان ما هارلي كوين هتظهر وهيجي الباتمان مخصوص من جاثم علشان يسحب الجوكر معاه تاني. معلش، جاي يلم حاجته بس، عادي. وهنا سوبرمان بيقول مش عايز قلق في متروبوليس. تهييس والله. وبعد كده الموضوع هيتطور جدا بحيث ان في ناس من كوكبه هتيجي علشان تحاربه. هو المسلسل طويل جدا وافكاره كتيرة، واكيد اي حد شاف سبيس تون او ارتينز شاف المسلسل ده. ده انا اللي مش متابعه شفت كام حلقة منه، فما بالك بعشاق سوبرمان.